دلني الحرب، يعني عمري ما اندليت. عمري أقول لك، مش من الآن بوقف أقول لك الصدق، عمري ما اندليت، وأنا عارفة نفسي أنا بنت من ومن أني مانيش من الطرافة، أنا من بنات عدن الأصليين. أنا بتراجح الأماكن اللي معانا شغلوني علينا، ما بقولوش الناس. كان زوجي مشلول، لا أتذكرش الحزينة البكاء. أنا هنا موجود أيام الحويتة، موجود ولا خرجت مكان. كان ما فيش فلوس، ما حد رضى يعطيني الضغمة المي، تعرف الضغمة المي ما حد رضى يعطيني. صعبت أيام يعني وعشت فيها بمرارة. ألم حق أطفالي لما كانوا يصيحوا ويشتوا جيعانين ما في معاهم أكل، وما كانش موجود معنا، والدكاكين كانت مغلقة، وما تروح دكان لو تشتري حتى قرطاس بسكوت ما تلاقيش. كم من طفل كان مريض ما يقدرش يخرج، كان في حصار ومات بسبب انه من هنا مغفل، محاصر من هناك محاصر، ولا خرج لا مستشفى ولا خرج لي حاجه. كان هنا جفاف، البقالات فاضي، كل شيء فاضي، المستشفيات فاضي، حيث انه لا تجد يعني حتى حبه بنادول في الصيدليه. إلى درجة شوف كيف سمحت، إلى درجة رحت ترجع واحد قلت له أني مطرح عندك حق الورق اسمه البطاقة الشخصية، هب لي بس أشتري من رقمة آكل. كأنه ما في أي سكان فيها. هذا الموقف اللي ما أنساه، يعني حزنت على كرفة، لأن أنا حياتي كلها في كرفة. لما شفت القمامة والحجارة والشوارع خالية من بشر تأثرت كبير. يا عدن أم الفقراء وأم الجواعة اللي جيعان كان يقول له روح ترجوال داخل عدن. ذكريات الله لا رواك يا أخي، الله لا رواك، ما يحتاج الأسوأ الأسوأ. دمرت بيوت، اتشتتنا، اتشردنا، لا كهرباء لا مي ولا حد كان داري بنا لا الله سبحانه وتعالى. ما فيش أحد قد نحن، لا لقينا لا صديق ولا رفيق، خرجنا كده زي المجانين. لما خرجنا كنا نمشي لحد الغابة، كانوا يضربوا احنا قناصين فوق الجبل اللي فوق أي دروس. كانت جنة تمر، نسمع رأس حقها العزيز لأنها كاتم الصوت. الضرب كان عشوائي، ما مش دارين لا فين يضربوا، بس كان ضرب زي المطر. كان عندي ضيق في التنفس، وايضا ما انتشر من حميات داخل المنطقه. انا خرجت من كندا بسبب عم الضنك، بسبب بنت اختي وكريمتي، واتجهنا الى الشيخ عثمان. ثم دورنا بيت كريمتي غرفه فوق، خلينا تجلس في المنصوره في الكتيري، فاصيبت كريمتي بطلقه ناريه بالرقبه حقها حتى اشتل جسمها، والان معاقه في البيت. خرجنا فين لمدرسة وتقعقعنا أنا وزوجي، كان مشلول مسكين، لا لقينا إيش اللي يغيثه. خرجت لأنه أصبحت حتى قصعة الطماطم ما فيش معي في بيتي، يعني لا شيء، عيالي بيموتوا جوا، اضطريت أنا كنت أنام بالشارع، هم بيت صغير، أنا كنت أنام في ساحة في عبد العزيز أو عند مسجد الكوثر. كانت مقاومة شجاعة، صح انها لم تكن منظمة، لأنه كانت منظمة ما كان حصل الذي حصل. كانوا عبارة عن أفراد قاتلوا بشجاعة. والله نضرب كذا عشوائي ولا نشوف حد قدام. نضرب معاه؟ ها؟ فعلا أيوه نضرب. كان معي آلي الشخصي، نخرج مع الشباب، يعني عملية مداوشة تقدر تقول، الطيران يضرب ونحن نخرج. المقاومة كانت يعني عمرهم بيستخدموا السلاح، عمرهم ما يفهموا كيف الرمي، كيف الرش، كيف الطلقة، مش عارفينهم كانوا. ايش اقول لك، ايش من شعور، ابكي لك دحين انا، اقسم لك بالله اعبر لك انه ابكي. فرحت. كان هذا لا الله يرحمه. توفى بعد ما خرج الله. في بيتي مرتاح، جلست في بيتي، أكلت وشربت وقلت لي كيك وقلت لي كل شيء وشاهي، وأنا لنفسي خلاص هي عادت عدن على مجراها الأصلي.
الرجال جاب لي من الشيخ، وصيته من أول يوم جيب لي كيك، أنا أشتري كيك وأخليه. مشي نرجع كريتر والله العظيم كنت اتفرج على من الناظور حق الدبابه انه دولة كالتكس، السيارات اللي طالعه على كريتر من العقبه وهي نازله لكريتر وانا دمام. نحن احترمنا من كريتر اقسم بالله. الرصاص في الشوارع في المنصوره، خرجت تسال ليش اللي قالوا حررت كريتر. كريتر معرضات، هذا اللي خلانا ايش تقف الدمعه من الفرح. ايش حسيت فرحه ما تغمرش انسان. عاد عندي ام الدنيا ام الفقير يا ابني، عاد عندي عزت كم من انسان، عاد انا اللي سمحت قريه، عاد انا اللي سمحت وسخه. ما ضربتيش رصاص ولا خرجت؟ أنا ضرب رصاص. ليش جابوا لي مسدس؟ كانوا جابوا لي مسدس. ايش كنت بتسوي؟ خلقوا داخل القلب. خليه داخل القلب، بهدلوا بنا، شمتوا بنا. عادوا ايش يعني يكون في حفلة لهم ولا لي حفلة، لكن قلنا لا، خلي قلبك داخلك يا سعاد. انا فرحت النصر، فرحت جدا، وكان عندي امل انه في تحسن بيكون بالاوضاع وبتتحسن، لكن اللي شفته موت بطيء. الآن على خيرية، خلونا تعرف أني عايشة على خير الحمد لله.